يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها. النهاردة جايين نقدم حاجة حلوة خالص، طريقة عمايل البانيه، حاجة كده فاخر من الآخر، قرمشة وطعم خطير وهتوفر معاكي كتير. وقدمتها مع شوية مكرونة سباكيتي، حاجة كده وهم هتوديكي في حتة تانية. ولا الطعم جميل مقرمش وخطير، واللحمة بتاعت الفراخ بتقطم، حاجة حلوة خالص. تقدميها بقى وهي سخنة كده عشان تقرمش كده وتبقى طعمة. بألف هنا وصحتين، هتوفر معاكي كتير صدقيني، وهتجربيها وهتشوفي. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي. انا جبت فرخة 2 كيلو ونص، وجبت الصدر بتاعها وخليته وعملته قطع من البانيه، ولا هي صغيرة قوي ولا سميكة قوي، متوسطة. وبعدين هاجي اعمل الخلطة بتاعة البانيه. جبت طبق وحطيت كوباية لبن وبهارات بقى، نص معلقة من البابريكا والكركم والكاري وملح وفلفل اسمر، بصل بودر، توم بودر، والسبع بهارات. وطبعا ما ننساش نص عصرة الليمونة، علشان العصرة الليمونة دي بتخلي زفارة الفراخ تروح منها خالص. دلوقتي هنحط قطع البانيه في الخلطة الخطيرة دي، وهنقلبها تقلبتين حلوين كده علشان الأجزاء بتاعة الفراخ تتشرب الخليط كله. حلوة خالص. سيبناها 4 ساعات كده جاهزة إنها تتعمل. ونروح دلوقتي علشان نحضر الكفر الخارجي لقطع البانيه. عبارة عن كوبايتين دقيق و4 معالق كبار من النشا، ونحط برضو نفس البهارات اللي انت حطيتيها مع الفراخ في أثناء التتبيلة، تحطيها برضو على الدقيق، بس تزودي بس نص معلقة أو معلقة من الشطة عشان يبقى سبايسي كده وحلو. بس كده خلاص. نروح نحط بقى معلقتين من الخليط بتاع الدقيق ده على تتبيلة الفراخ، ونقلبها لغاية ما تتشرب عشان تبقى حلوة خالص. هي جاهزة دلوقتي اللي احنا نحط الكفر بتاع الدقيق عليها، ونسمي الله ونغلف قطعة قطعة من أجزاء البانيه بالراحة كده. نحطها في الدقيق، وبايديك الحلوين دول تقعدي تعملي بقى ايه الطبقة الحلوة دي، تغلفيها جامد علشان تبقى مقرمشة وطعمة وتكتر معاكي. صدقيني هتوفري كتير لما تعمليها، وهيحبها الكبار وهيحبها كمان الصغيرين قوي قوي قوي، وهتعمليها على طول. الله ما شاء الله، حلوة خالص. ونيجي دلوقتي للمرحلة التانية، هنصفي الدقيق بالمصفى علشان نشيل اي تكتلات او عجين، ويرجع الخليط تاني بتاع الدقيق صافي زي الاول. هنجيب قطع البانيه وهنحطه برضو في المكونات السائلة علشان يتشرب قبل ما نحطه في خليط الدقيق. وبرضو هنعمل الكفر تاني مرة، بنعمل دلوقتي الكفر مرتين، كل ده علشان يكتر ويبقى مقرمش وطعمه جميل حلو خالص. اهم حاجة اللي انت تعملي الكفر ده مرتين 2، ولو عايزة المرة التالتة براحتك، بس انا عملته مرتين كفاية. بسم الله ما شاء الله زي الفل. هو جاهز كده على القلي. تعالوا بينا نشوف هنقليه ازاي. هنجيب طاسة غويطة على النار وشوية زيت حلوين كده، والتكة بتاعتي معلقة زبدة حلوة خالص لازم تتحط في الزيت، أو معلقة سمنة اللي موجود يعني. دي بتخلي قطع الفراخ والبانيه ريحتها حلوة قوي وطعمها خطير. يلا نسمي الله ونحط قطع البانيه. لازم نحط قطع البانيه على نار عالية، ما تبقاش نار ضعيفة علشان الدقيق يلزق في قطع البانيه. لازم تكوني واعية لمراحل التسوية، دي أهم حاجة في البانيه. لازم يكون مقرمش ومستوي من جوه علشان يبقى طعمه خطير. يعني في البداية خالص أنا بعلي النار. ليه؟ علشان يعمل اللون البرونز الحلو ده. وبعد كده
تعلية النار دي بتوطيها شوية صغيرين علشان يستوي من جوه، يعني بمعنى اللي هو يبقى مقرمش من بره ومن جوه مستوي خطير. وفي كل مرحلة برضو تعلي النار علشان يعمل اللون البرونزي، وبعدين توطيه لغاية ما يستوي، وهكذا وهكذا لغاية ما تخلصي قطع البانيه كلها. جميل خالص ومش شارب زيت، تحفة، مقرمش وطعم خالص. بسم الله ما شاء الله، بجد بجد هيطلع معاكي حلو خالص. لازم يطلع حلو علشان انتي عاملاه بحب، فاكيد هيطلع طعم وجميل. يا ريت تجربي الطريقة دي، حلوة خالص وهتوفر معاكي كتير قوي. يلا بينا نقدمها ونشوف هتتقدم ازاي. بسم الله ما شاء الله، قطع البانيه كتيرة قوي فعلا. البانيه جميل ومقرمش وطعم، واللون البرونزي تحفة، الريحة طالعة خطير يا جماعة. وزي ما انا قلت لكم في بداية الفيديو، انا قدمتها مع شوية مكرونة سباكيتي، ممكن حضرتك بقى تقدميه مع شوية رز بسمتي، رز بشعرية، شوية ملوخية، اللي انت عايزاه انت وراحتك. بس بصراحة جميل، الفراخ بتقطم حلوة قوي ومقرمشة وطعمة خالص، بألف هنا وصحتين. بجد ياريت تجربوه، واستنوني مع أكلة جديدة وطبخة حلوة من مطبخ كوكي إن شاء الله.